يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن فعلا لو جالنا فاسق وقال كلمة ما نصدقهاش، زي موضوع الكابتن مؤمن زكريا. وأنا نزلت فيديو امبارح وقلت إن أنا عندي جاتلي هاتف وقالت الموضوع دوت فيه فتنة، وفعلا النهارده لقيت السوشيال ميديا كلها بتتكلم وقالوا ان تم القبض على 5 من الاشخاص اللي هم حاولوا يعملوا كده، وطلع الموضوع فيه ان في فبركه، وطبعا جاري التحقيقات معاهم. وده يعني فعلا لان احنا يعني كشعب بنصدق اي حاجه بتتقال لنا، فاحنا بلاش نصدق اي حاجه. واللي انا اتضح لي الامر ان هو لما جه حاله الاستاذه ريهام سعيد وبتتكلم مع الشخص ده، في كلمتين قال ان هو يعرف الكابتن مؤمن زكريا عن طريق نسايب مراته او حاجه زي كده، ساكنين جيران او حاجه زي كده. فانا شكيت في الامر وفكرت، لقيت فعلا ان هو ده وراه موضوع كبير، لان هو وفي نفس الوقت هو يعني ضربي في المكان دوت بتاع الكابتن مجدي. فايه اللي جاب الكابتن مجدي للكابتن مؤمن زكريا؟ وش معنى كابتن مؤمن زكريا؟ في حاجات كتير قوي. طبعا جاري التحقيقات والشرطه بتاعتنا هتجيب الاخر، وان شاء الله التحقيقات هتجيب اقصاها يعني، لان احنا القضاء بتاعنا والمباحث بتاعتنا بيقوموا ما بيقعدوش لما يعرفوا الحقيقه. وانا كان قلبي حاسس الموضوع فيه فتنه، موضوع فيه اكبر من كده. فاحنا مش كل حاجه نصدقها، مش كل حاجه نكبرها، مش كل حاجه نجري وراها ونقول لا ده صح مش عارفه ايه، ونظلم. ما نظلمش حد لما نتاكد. وده فعلا اللي حصل. ان هم طلعوا عملوا قصه واختلقوا قصه وبيدبسوها ففعلا اختلقوا القصه، وقالوا بقى نجيبها في كابتن مؤمن زكريا، لان هو الراجل ده كان يعرفه، وطبعا هو يعني حارس المكان او حاجه زي كده. فسبحان الله ان ربنا سبحانه وتعالى بيشوف بيظهر حقيقته في وقتها. ان انتوا اختلقتوا حاجه، والناس في ناس صدقت في ناس ما صدقتش، بس انا من ضمن الناس اللي ما صدقتش حاجه زي كده، لان كابتن مجدي دوت فوق الشبهات. كابتن مجدي عبد الغني فوق الشبهات. ربنا يشفي كابتن مؤمن زكريا ويشفيه ويعافيه يا رب، ويرجع لنا بألف سلامه للنادي بتاعه يا رب، ويشفي كل مريض. بس انا برجع اقول لكم ما تصدقوش اي حاجه تقول لكم لما انتوا تتاكدوا. ما تصدقش حاجه ونعمل عليها ترند ونكبر الموضوع ونقول لا ده حصل وقال فعلا وده قال وده قال. بالعكس، نفكر اول بعقلنا ونشوف الاول رد كلامهم. كان امبارح مش مقنع. طريقه الحفر اصلا مش مقنعه. طريقه الردم مش مقنعه. الطريقه اللي عملوها دي كلها مش مقنعه. فازاي ان احنا نصدق حاجه زي كده؟ واخيرا ما نصدقش اي حاجه تقال لنا، وحسبي الله ونعم الوكيل.